صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأفضل حال يا رب العالمين. ربنا يجعل يا رب يومنا ويومكم يا رب كله خير يا رب، ورزق سعد ويبعد عننا وعنكم اي شر يا رب ولا اي حاجة وحشة. ربنا يرزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعده يا رب العالمين. طبعا اهم حاجة اذكار الصباح والمساء اول ما تقومي كده، انا حافظاهم الحمد لله فبرددهم على طول تلقائي كده اول ما بصحى. قد ايه بتحس ان يومك مرتاح. طبعا فروض ربنا اهم شيء، ربنا يا رب يثبتنا يا رب على دينه يا رب العالمين. الهدوم دي انا نشرها كده من امبارح، كانت دورة غسيل هشيلها واحط دورة غسيل تاني، وبعد كده ان شاء الله هنبدأ يومنا. ربنا يجعله يا رب يوم خير يا رب علينا وعليكم وعلى الناس اجمعين يا رب العالمين. يا دوبك الدنيا هادية والناس نايمة والجو رايق والدنيا برد وانا متكتكة. وعلشان اعمل اي حاجة طبعا في يومي لازم احط الكرتونة اللي مليانة العاب وحاجات لابن الصغير، علشان بس اعرف اعمل كوباية شاي ولا ادخل الحمام يرضيكوا كده. يعني شايفين اللي انا فيه ويا دوبك امشي من قدامه ويصرخ بقى، فربنا يا رب يخليه لي يا رب ويبارك لي فيه يا رب العالمين. هنا مكانوا اولادي نايمين. ابني الكبير اللي في اولى اعدادي راح الامتحان، ربنا يوفقه يا رب العالمين يا رب يا رب، ويجعل الامتحان يا رب قدامه سهل يا رب العالمين. ربنا يسهل له الصعب. هظبط حالي كده وهظبط دنيتي وهكنس السجاده وهفرش الدنيا، وربنا يا رب كده يعيننا جميعا على يومنا يا رب العالمين. هنا كده المطبخ عندي رايق الحمد لله، دنيتي مظبطه. ده شويه اكل كده بلينهم بحط لهم ميه يعني للبط، ما انا بقى عندي بط فلازم ايه اهتم بيه واكله. بالنسبه لحمص الشام ده انا اتخانقت عليه انا وجوزي امبارح. هو كان معتقد خلاص ان هو جايبهولي وان انا لينته او بليت البليله علشان ما تاخدش سوا معايا من قبلها. يعني هو كان جايبهوله وهو راجع من الشغل الساعه 2، كان معتقد ان انا من الساعه 2 هلينه واحطه في ميه وهاجي بالليل عشان نتعشى بيه. طب تتعشى؟ انا نسيت خالص خالص والله ان هو جايب لي بليله او حمص الشام. يعني ركنت الكيس كان جايب لي فيه حمص الشام وكان جايب لي فيه فشار، ركنت الكيس ونسيت خالص ان هو جايب لي فالمهم تتعشى يقول لي لا، تتعشى يقول لي لا، وانا مش فاهمه طب هو لا ليه؟ طب احنا اتعشوا انتوا، على اعتقاد ان هو ايه يحب خالص يشرب كده كوبايه حمص الشام بالليل، والحمد لله كده يحبه جدا. فالمهم بيقول لي ايه احنا بنقول عليها بليله، هي البليله استوت. قلت له ايه ده انا نسيت خالص ان انت جبت بليله. فرح اتقمص وزعل. طب انا مش راضيه اتعشى علشان انا مستنيها وكده. طب يا حبيبي والله انا غصب عني، انا نسيت. هو جاب الكيس وحطه على الكرسي اللي في اوضه النوم تمام، وانا طبعا من الهيصه وابني صبح عليه امتحان ومركزه كل التركيز في ابني اللي عليه امتحان الصبح و... وابني الصغير مش سايبني حتى اراجع مع ابني الكبير والوسطاني ابن اللي هو في النص عايز ياكل. طب انا دماغي فيها مليون حاجه، فيلا مش مشكله. اول حاجه عملتها اول ما صحيت من النوم ان انا مسكت البليله بتاعتي او حمص الشام بتاعي كده ولينته في ميه، وان شاء الله يرجع من الشغل يلاقيني ايه عامله له. ما هو برضه هو ابو العيال الغالي اللي ما يهونش عليا زعله. هنا كده طبعا البوتاجاز كالعاده عايز يتمسح، فقلت اعمل كوبايه شاي الاول كده اول ما اصحى. بس للاسف فتحت التلاجة ولا لقيت فينو ولا لقيت بقسماط، وان انا اشرب الشاي كده من غير حاجه فصعب. فمش عارفه بقى هعمل ايه، هطفي عليها ومش هشربها ولا هشربها كده وخلاص علشان ما تتعبش معدتي. فهشوف. يعني رحت صبيتها وقلت خلاص اشربها ومش مشكله لغايه ما ابني يصحى من النوم ويروح يجيب لي اي بقسماط او اي فينو. والحمد لله كده فضل ونعمه من ربنا. ناخدها بقى ونروح فين؟ على اكتر مكان بحب افطر فيه واشرب كوبايه شاي كده او كوبايه قهوه او افطر فيه كده بنفس. البلكونه دي بلكونه الشارع للناس اللي داخله جديد عندي وما تعرفش. البلكونه اللي كنت واقفه فيها في الاول دي بلكونه البيت نفسه من جوه، لكن دي بلكونه الشارع. الاولاد راجعه من الامتحانات، ربنا يا رب يوفقهم جميعا.
الشجرة عندي هنا مدارية المنظر. انا لو الشجرة دي مش موجودة، اللي هي اصلا مزروعة، المزروعة قدام بيتنا، يعني احنا اللي زارعينها، كان المنظر تحفة. يعني الارض كلها بلا استثناء لو وطيت الكاميرا معاكم هتلاقوها كلها مزروعة بالمنظر ده. فجوزي ما شاء الله عليه قافل عليا من هنا بشجرة، قافل عليا من هنا بشجرة. يعني شايفني مين يعني ما. لا. يقول لي بدل ما اعمل لك ستاره دي انا اعمل لك شجره تداري عليكي من هنا ومن هنا. يلا بقى نشوف يومنا هيكمل ازاي. يا ريت بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تدخلوا قناتي. ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وبافضل حال يا رب العالمين. النهارده يوم جديد ان شاء الله، ربنا يا رب يجعله يوم خير ورزق يا رب علينا وعليكم وعلى الناس اجمعين. قبل ما تدخلي الفيديو كده ولا تعملي اي حاجه، يا ريت تضغطي لايك، ولو انت جديده عندي ولسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول ما صحيت كده استعنت بالله ورحت نزلت علشان ااكل البطيات. ما انا بقى خلاص عندي بط دلوقتي، يعني ما شاء الله عليا بقى مفيش حد قدي. نزلت حطيت لهم الاكل، غيرت لهم الميه، وبعد كده رحت قعدت في الجنينه شويه. قعدت اتاريني نسيت الباب بتاع الاوضه بتاعه الفراخ مفتوح. وانا قاعده كده ولقيت لك مفيش دقيقتين ولقيت لك ما شاء الله البط جاري 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 كده ورايح على الجنينه وجاي يقعد معايا. اصيل والله ما حبش يسيبني لوحدي. فجاي علشان يقعد معايا. رحت سبته كده يرعى شويه في الجنينه، وقلت مش مشكله مادام هو قدام عيني عادي، لان انا لو غفلت عنه وسبته هلاقي الكلاب ما شاء الله كده في لحظه فهمت من الوقت اكلتهم لي. فسبتهم كده يرعوا شويه في الجنينه، وبعد كده رحت دخلتهم وقلت اطلع اشوف ايه اللي ورايا. طبعا حيرت كل يوم النهارده انا عامل ايه اكل. طب كل ده انا قاعده بفكر في الاكل. طبعا الجو صعب جدا جدا اليومين دول، تلج تلج تلج. يعني عندنا هنا في اسيوط يعني الشمس الشتاء اصلا ما بنشوفهاش. الجو مغيم جدا جدا. بصوا تلج. انا كل اللي شايله همه ابن صغير فعلا، يعني طفل عنده 6 شهور في البرد ده الله المستعان. يعني بقيت انا اللي هو محبوسه بيه جوه الشقه هنا من خوفي لا اطلع بيه في البرد تحت او في الجنينه ياخد مني دور برد، لان زي ما قلت لكم ان هو طالع من دور اصلا التهاب رئوي بسبب برضو ان انا بنزل بيه تحت. فانا غصب عني انا ورايا حالي، فالله المستعان. احترنا كده زي حيرة كل يوم نعمل ايه النهارده في الغدا. فقلنا نعمل بيتزا. كل حاجه موجوده عندي في البيت الحمد لله، ما احتجتش حاجه. العجينه عملتها ازاي؟ كيس خميره، كوبايه ونص دقيق، معلقتين زيت، نص معلقه ملح، معلقه سكر، وكوبايه لبن. وحطيت توم باودر وبصل باودر و7 بهارات في العجينه. عجنت ده كله وسبته كده يختمر على مهله. كده اللحمه المفرومه اللي انا عملت بيها المكرونه البشاميل امبارح خليت حوالي اقل من ربع كيلو. وجبت بصلتين وقلبتهم كده على البوتاجاز بمعلقه زيت، وقطعت قرن فلفل حامي، ورحت شوحتهم كده نص تشويحه، لان هياخد سوا تاني عندي في صينيه البيتزا. هنا قطعت بصل وطماطم كده قطع صغيره، وعندي كمان علبه صلصه. بص انا طبعا مش هتبقى زي بيتزا المحلات خالص خالص، انا هعملها على قد الايد كده وعلى قد الامكانيات. هنا كده خدت العجينه وقسمتها على 2. هبدا ان انا افردها كويس كده خالص الصينيه، وبعد كده هندهنها بالصلصه مع بعض. كده فردت عندي العجينه دي. العجينه طلعت مظبوطه على صينيه فهنا كده جت مظبوطه على الصينيه، وهنا طلعت صغيره شويه فما اخدتش الصينيه. هنا كده دهنت عندي وش البيتزا بصلصه الطماطم. هبدا ان انا انزل اللحمه المفرومه. هنا كده ضفت اللحمه المفرومه عندي. طبعا دي بيتزا ما فيهاش جبنه موتزاريلا، يعني الميزانيه لا تسمح بذلك تماما تماما بتاتا. هنعملها بيتزا على قدنا كده ان شاء الله تطلع طعمه وجميله وزي الفل. انا اولادي ما بيحبوش الفلفل كتير في الاكل، فبيشلوه اصلا من وسط الاكل كده. فانا مش هحاول اكتر علشان انا عارفه ان هم هيشلوه.
حتى الطماطم دي والله يعني كمان ما عنديش زيتون، لو كان عندي زيتون كنت ضفت لها، كانت هتبقى جميله، لان انا بحب الزيتون في الاكل جدا. بس ايه مش مشكله بقى، كل حاجه غليت، واللي موجود في بيتي هعمله، واللي مش موجود ايه مش مشكله. زي ما هي كده، انا ولا هضيف جبنه موتزاريلا ولا هضيف اي حاجه، خلاص كده فضل ونعمه من ربنا. وهدخلها الفرن كده، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. همسح بس الحيتان دي علشان ما تتحرقش معايا. هنزل تحت ادخلها جوه الفرن. اكله بسيطه، هي مش بسيطه والله، هي مكلفه، بس انا بسيطه بالنسبه لي، لان الطماطم والفلفل كانوا عندي. الفلفل ده انا مفرطاه في الفريزر بقاله يمكن شهرين. الطماطم يعني ايه موجوده في اي بيت. كان عندي كيس دقيق مشترياه بقاله حوالي شهرين، كنت حاطاه في التلاجة، فقلت مش مشكله ايه اهو موجود. طبعا الملح والزيت والكلام ده كله موجود في اي بيت. اللحمه المفرومه زي ما شفتوني امبارح، انا كنت جايبه نص كيلو، عملت منهم مكرونه بشاميل وشلت حوالي ربع كيلو مع بصل كده وايه، وظبطت اموري. وبنص كيلو لحمه كفيت يومين، وبنص كيلو لحمه كده كفيت يومين، وعملت اكلتين كده ايه نتغدى بيهم، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. الحمد لله اكلنا البيتزا واتغدينا وظبطنا امورنا، والليل والاولاد جعانين. طيب نعمل ايه؟ حطيت معلقه سمنه في الحله، وهنزل بالمكرونه. المكرونه دي اللي هي المكرونه الصغيره بقى، المقصوصه، الخواتم زي ما بتسموها. هنا عندي حوالي قطعتين او ثلاثه، هما ثلاث صوابع من الكفته، دول كانوا فايضين عندي كده في الطبق، فقلت ايه اخليها مكرونه مغذيه شويه واعملها لهم ايه بالكفته. فاول حاجه هعملها بسم الله كده، السمنه سخنه عندي جدا، قلت انزل بصباعين الكفته دول اديهم كده تقليبه في السمنه السخنه، وبعد كده هنزل بالمكرونه. نزلت كده بحوالي يعني ربع كيلو او نقول اكتر كده شويه من المكرونه، هديهم تقلبتين، ومش هحط، مش هضرب يعني طماطم طازه في الخلاط وكده. عندي برطمان الصلصه ده هحط على المكرونه صلصه، هديها كده ايه تقلبتين بس 3 كده، علشان كل حبايه من المكرونه تشرب من الزيت ومن طعم الكفته او اللحمه المفرومه اللي موجوده معايا. هسيبها كده ايه حوالي 5 دقايق لغايه ما احس ان بدات المكرونه تاخد اللون الابيض او تتشمع باللون الابيض. هحط كده سنه من حوالي نص معلقه من الفلفل الاسود. هي الكفته دي متبله وجاهزه، فجايه حراقه شويه. عشان كده انا مش هضيف شطه. بس قولوا لنا يا جماعه نعمل ايه في الشتاء ده، احنا بقينا نتعشى 5 6 7 مرات اللي هو نبقى طبعا بنسهر تمام، فاللي هو يعني خلاص انا ابني كده امتحانه بكره ان شاء الله، فبنسهر وكل شويه جعانين، اللي هو نبقى ايه كده. انا عارفه ان ده طبعا الشتاء نبقى لسه اكلين وجعانين، نبقى ايه ده، طب وبعدين ده الحاجه غاليه، طب احنا هنكفي منين يعني هنعمل ايه في الاكل اللي مستمر ده اللي كل دقيقه. كده المكرونه اخدت لون معايا، نزلت عليها كده بحوالي معلقتين 3 كده من الصلصه، وبعد كده هزود لها ميه وهزود الملح، يبقى تمام كده الحمد لله. ضفت عليها الميه، ظبطت كده الملح بتاعها، وبتبقى جميله جدا. طبعا بيبقى فيها لحمه، فبيديها طعمها بيبقى جميل جدا. هسيبها بقى تستوي، يبقى ده ايه الحمد لله كده غداء عشانه تمام. طبعا المواعين دي كلها مواعين الغداء ومواعين العشاء ومواعين الفطار. بعد ما عملت البيتزا وخلصت، مكان الحل اللي كنت بعجن فيها ومكان الصواني اللي كنت عملت فيهم البيتزا والكلام ده كله. طبعا في مواعين كتير، باذن الله قبل ما انام هشطب المطبخ وهغسل مواعين، هغسل البوتاجاز، همسح الرخامه وهشيل كل اللي عليها،
ان شاء الله باذن الله كده ايه، مش هبات باذن الله غير لما يكون مطبخي كده نظيف وزي الفل، علشان انام كالعاده وانتوا عارفين، وانا مرتاحه كده وحاسه ان انا هدخل الصبح لو عملت كوبايه لبن او فنجان قهوه او كوبايه شاي، احس ان ايه، ان انا نفسيتي كويسه وداخله المطبخ نظيف. كمان اوقات كتير جوزي بيصحى من النوم بيروح الشغل، بيدخل هو يعمل كوبايه شاي، فانا ما بحبش ان هو يدخل يلاقي منظر المطبخ كده، فلازم ببقى ايه سايبهوله بايت من بالليل، علشان لو دخل يعمل كوبايه شاي يلاقي المعلقه في مكانها، الكوبايه في مكانها، ويلاقي بوتاجاز نضيف والحوض نضيف، يعمل ايه كوبايه شاي، ما يفضلش بقى ايه يصرخ بقى وسايبه الحوض وسايبه المواعين وانت عارفين الرجاله بقى ولا يهمهم سهرانين بعيل، ولا يهمهم طالع عينهم اليوم كله في مذاكره والكلام ده كله، فالله المستعان.